وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والفرث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي قال نحريس نبت قال يكركيس الله هذا صحابي قال ابن عباس وليه الله كرال نقده. النبي قال يا فرض يا لي زكاة الفطر ده. زكاة الفطر وحي فائدة وليه هاي وحويان طهرة للصائم، قفك صائم كا أي يعني طاهرين يا وحوك طاهرين يا اللغو يا رفثك، وطعمة للمساكين مساكين تنوحي نقنيسا قودين أما عنتي نقنيسا. وعليا مركا رسولك صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قفك صوما ويطهرينيسا ونذيفينيسا وحكا نذيفينيسا لغويا حمانتا يوحول بمركا صوص قلا. وحي زكاة الفطر أي أوتها مسكين كان طعمة عنتو قودين. قفك مركا قلته صلاة كهر صلاة عيد كهر قفك قلته وزكاة مقبولة إلى زكاة الأقبلوية. قفك تكتب بعد الصلاة قفك ديبة بعد الصلاة وحيتهاي صدقة من الصدقات، صدقوينك عادية أي كم التايولي رسول صلى الله عليه وسلم. سيدان وحوليه وأتكان يا ذاتك المسلمين تإني ديبان صلاة كهر سيعني أي أنقك الزكاة مقبولة، هيسان أنقنين صدقة من الصدقات. مركا إن شاء الله وحن قلدنا في شيطان بيكا هذين وحن سعفا من الله. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم.